ثانك يو. جراتسي. انا عايزكم بس كده ايه تبصوا على منظر الشارع وشوفوه عامل ازاي. انا عايزكم بس تشوفوا هل احنا في القاهره ولا لا. بصوا كده هناك خان الخليلي بالظبط. وانا اسف ان انا الفتره اللي فاتت مفيش اي حاجه نزلت، مشغول جدا جدا جدا، ولكن انا طالع على ايطاليا دلوقتي. عامل نور حاج اسلام، مش هتكلم عشان الشورت اللي انت لابسه بس. طب انا هطلع اقفل الشقه بسرعه عشان نسيت اقفلها. زي ما حكيت في الفيديو اللي فات، يا رب يكون الفيديو اللي فات نزل اصلا عشان تعرفوا انا بقول ايه. كانت كوكو واختها مشوا على ايطاليا، ادي نفس المشهد. علشان القلة يعني اللي هو الهوليداي، بس الهوليداي المره دي بيعملوها زي ما انا بنزل مصر كده بقعد عند اهلي. هم بقى لهم اوريدي يومين قاعدين في بيت باباها وجدها، واللي هم كل صيف كانوا بيروحوا يقعدوا فيه اسبوعين 3 حاجه زي كده. معلش يا حاج اسلام على السحله بتاعت الصبح، بس انت بتصحى بدري كده كده. اسلام هيوديني المطار طبعا علشان ايه؟ لا انت عايزك بس تدوس بنزين ومالكش فيه انت، انا هقول لك يروح فين. حاضر ندوس بنزين، ممكن ندوس بنزين جامد. ندوس يا ريس. طب روح روح روح. ايوه يا صياعه تقريبا اسلام عربيته اول مره العداد يجي يوصل ل 100 النهارده تقريبا على طول. المهم هيوصلني علشان مش عارف اخد عربيتي عشان مفيش مكان اركن فيه لمده اسبوع، فهي دي السحله بس. وصلت المطار، لازم الاكشن في السريع بقى عشان انا متاخر كالعاده طبعا كالعاده. معلش يا اسلام. اوبس انا اسف يا اسلام. This one? one name. هتوحشنا عم كيمو. الله وانت حاجه. هتغيب عنا كتير وسنين وشهور وايام وانا اختفيت ولا استنى ما ننزل تحت. سلام يا صاحبي. سلام يا صاحبي. اوكي الشنط اتحطت، المرحله الكبيره عدت، المرحله اللي بعدها الكنترول، ودي اوسخ مرحله لانها هتقعد ساعه تقريبا يعني. اوكي النهارده فاضي مش زحمه قوي. خلال بالظبط 3 دقايق عدينا السكيورتي. الدنيا ماشيه النهارده حلوه قوي. بوردنج تايم، المفروض الرحله هتاخد ساعتين بالظبط. This Airbus 320 on behalf of the entire crew at the German Lufthansa. Yeah, we are picking up some delay here. Basically. Sick of all the same dudes running up. Follow you around, hope you fall in love. But they don't see you like I do, yeah. All your friends, they see it too. That I'm the one who looks you in the eye. Speaking like I mean it, what's inside, وصلنا الحمد لله. جيت يا كوكي. بس الحمد لله وصلنا نابولي. كوكو جاي تاخدني علشان كوكو اصلا الحمد لله هم جم روقوا الشقه وكل حاجه او البيت. وام تيكي باك قريب كوكو جاي ياخدنا. بابا زيسو بابا نون عليك بابا. هو يعتبر صديق ابوها انطونيو قوي 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 يعني. فين الجبل ده؟ الجبل دوت اللي في فيلم بومبي اللي البركان انفجر فيه ونزل حرق كل الناس، واللي فيه تماثيل الناس ما زالت موجوده اللي احنا بنسميهم يعني قوم لوط. ده الجبل اللي البركان فيه انفجر ونزل على المدينه اسمها بومبي تحت حرقها كلها تقريبا. شوارع نابولي بالظبط عامله زي القاهره بالظبط يعني نفس الزحمه. محطات البنزين في وسط يعني الشارع شبه الشوارع بتاعتنا، حتى محطات المترو شبه محطه غمره من تحت كده. الشارع بتاع غمره اللي هو بيودي على رمسيس تقريبا احنا في نفس الشارع. حاليا بنعمل تور كده سريع في نابولي مع صاحب الحج، فبنشوف يعني الاماكن، ولكن انا اكني في ميدان التحرير بالظبط، فعليا اكني في ميدان التحرير. واللي ورايا ده بنك شبه بنك اسكندريه كده، والمبنى ده مبنى البريد، مبنى البوست، يعني منافس الDHL بتاع المانيا تقريبا يعني.
ودلوقتي ركنا وبنعمل كده ايه لفه سريعه في نابولي، نتفرج على المدينه يعني. بس والله العظيم شبه وسط البلد بالظبط، رمسيس ميدان التحرير. Originale senza piccante anche buono. واحده من الحلويات الرسميه اللي في ايطاليا اللي بياكلوها، حاجه كده شبه ايه شبه الجلاش بس مدور كده، معمول شبه الكوس. خلاص عرفت يما، بلا سبولياتي ولا بتاع. بتاع جامده قوي. لو حد بيسال اسم المكان اللي احنا فيه ده ايه، ده الاسم انا مش هعرف اقوله طبعا. جامده تنين. انا جايبها بالفستق، في منها ساده، في منها مش عارف بالقشطه، بالبودنج، بالمربى، حاجه جامده قوي، طعمها فاجر. بصراحه في ايطاليا هنا عندهم الحلويات اللي هي الحلويات يعني المسكره وكده، عندهم كميه انواع. هو البتاع ضلمه ليه؟ كميه انواع بجد رهيبه، كتير جدا. ده مثلا حاجه كده معموله في برطمان، دي حاجه كده عليها سيروب سكر كده، طعمها جامد بصراحه يعني، ولكن فيها كميه سكر صباح العسل زي البسبوسه كده. اسمها بابا. انا بابا يلا. احنا مش عارف البس النضاره. احنا ما زلنا في وسط البلد في نابولي لحد دلوقتي. انا لسه واصل النهارده وانا جعان جدا وعايز اريح طبعا. ازيك يا كوكي؟ ازيك يا كوكي سوس باسم؟ ايوه ماشي. دلوقتي جينا مول كده مليان محلات وكافيهات وماكدونالدز وبتاع، لفه يعني، والمصحف جعان. تقريبا خلصنا كده التور الجميله دي في الشارع. دلوقتي هنروح العربيه. انا ما اعرفش ايه البلان، ولكن البلان يعني احنا بنتكلم احنا ناكل. وفي هنا محل بيتزا يعتبر من اقدم او اول محلات اللي عملت محل بيبيع بيتزا في العالم. محل اسمه علي كباب. فهل هنروح النهارده محل البيتزا ده ولا لا؟ الله اعلم. محل البيتزا للاسف طلع في اخر المدينه الناحيه الثانيه، يعني تخيل كده ايه، تبقى مثلا في اول القاهره والمحل في اخر القاهره، يعني بتاع مثلا ساعه في وسط الشوارع. فاحنا عايز اقول لكم ان البيتزا عندهم المارجريتا اللي عندنا ب 9 يورو و8 يورو في المانيا، هنا ب 3 يورو وب4. اغلى حاجه ب4. احنا هننقل ايطاليا. طبعا مش عايز اقول لكم ان ايطاليا فيها عدد سكوترات اكتر من عربيات تقريبا 100 ضعف مثلا، ان هو ده الوسيله الوحيده اللي تقدر تمشي بيها في اي حته. يعني عشان تعيش في ايطاليا هات لك فيسبا او سكوتر وانسى حاجه اسمها عربيه، نصيحه يعني. انا لو قاعد هنا هعمل نفس الكلام. ودي قلعه محروقه. اخيرا ركنا ووصلنا عند البيتزاريه، رحنا لها. الحاج فضل ماشي بالعربيه، بنحسب مروحين للاخر يعني. طلع ان هو لفينا نابولي من اولها لاخرها علشان نيجي البيتزاريه دي. يعتبر من اقدم البيتزاريات في العالم من الاخر. وطبعا عشان دي اقدم بيتزاريه هتشوفوها يعني، فانا عايز اوريكم الزحمه. البيتزاريه دي تصور فيها افلام اصلا. بصوا الزحمه عامله ازاي. البيتزاريه اللي ورايا دي من سنه 1870. شايفين الزحمه عامله ازاي؟ البيتزاريه عليها سيكيورتي. انا طبعا يستحيل هنقف ساعه علشان ناكل بيتزا. المكان اصلا جنبيه هنا مليان بتاع 5 مطاعم بيتزا، فاكيد هيطلعوا نفس الكواليتي يعني اكيد. هو بس الميزه ان هو اقدم مطعم بيتزا ممكن تشوفه في حياتك تقريبا يعني في نابولي. اسمه بيتزاريا دي ميكيلا. يلا لو لينا نصيب هنجربها. يا اما دي عايزه بقى ايه، واحد هيكون عنده صبر يجي يقعد ساعتين عبال ما تاخد بيتزا. ساعتين ده اقل حاجه يعني. بص المنظر. حاجه كمان هي العربيات بتطير وخلاص يعني، ما فيش يقف لك والكلام ده. فانت يا تاخد بالك يا هو اللي هياخد باله وهيطيرك يعني. بناخد لفه لسه في ساحل الامالفي. اسمه امالفي كوست يعني شاطئ الامالفي. هو عباره عن مباني مبنيه كده ايه على الجبال اللي انت شايفينها فوق دي كده. ده يعتبر بقى منطقه الاغنياء جدا جدا يعني. اصلا فكرنا نحجز فيه فندق، كانت اسعار خرافيه، مثلا اليوم مثلا ب 1000 يورو. فبناخد لفه بعد كده لسه نروح ناكل. الساعه دلوقتي 7 وانا صاحي 7. كل اللي كلته سلطه. Guarda non lo faccio poi non lo
ده محل ايس كريم اخدم نفسك بنفسك. انا خدت حاجه بطعم البوينه، وانا عمري ما اكلت ايس كريم بالبوينه اصلا وزبادي، فالزبادي طعمه وحش، انما البوينه طعمه جامد جدا جدا جدا. صح يا كوكو؟ المحل ده المفروض تبع اللي هو صاحب الحاج توني ده، اول محل هو فتحه وده اسم المحل. الساعه 8:15 8:30 تقريبا يعني، ولسه ما اكلتش. واخيرا وصلنا محل البيتزا، محل عادي يعني مش اللي انا وريته لكم عشان ناكل. اوكي احنا بدل البيتزا بناكل مكرونه ومعاها انتباستي وحاجات كده كتير قوي 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 قوي. الراجل عازمنا يعني عشان ما عندهمش بيتزا للاسف. اوكي انا اعتقد اليوم انتهى على كده. دلوقتي كوكو واختها واسمه ايه ده صديق الطفوله بتاع الحاج توني، يعني الراجل معانا طول اليوم، بيشتروا حلويات من جوه. بعد ما اكلنا تقريبا 5 اطباق ورا بعض، احنا اكلنا مكرونه وراها مكرونه وراها سلطه وراها بتنجان على فورش بايزا على حاجات كده. ايه فورش بايزا اللي هو ابيتايزر يعني. المهم يعني ما اكلناش بيتزا من الاخر. وعلى ما اعتقد اول يوم في ايطاليا انتهى. اخر حاجه عايز اوريها لكم، بصوا شكل الشوارع عامل ازاي بالظبط، شبه الشوارع بتاعت العريش في سينا بالظبط، اكنك في مرسى مطروح او في العريش.